عبد الباسط طلع امبارح وقال ان هو عرض من الوصل الاماراتي، وانا قلت لحضراتكم ان صعب ان يكون من الوصل الاماراتي، لان الامارات ما فيهاش ان انت ممكن يلعب حارس مرمى اجنبي. يعني مش ممكن زي مثلا هنا في مصر ما ينفعش احتراف حراس مرمى اجانب في الكرة المصرية، عشان طبعا الموضوع ده طبعا لازمته ايه؟ ان انت الحراس المصريين يبقوا كويسه ويفرزهم حراس مرمى كويسين لمنتخب مصر. اخويا وحبيبي الاخت المحترمه الاول الاستاذه دعاء حسني، مساء الفل، مساء الجمال عليك يا استاذ دعاء. ديشا بقول قول ارحل يا خطيب، مش هقول ارحل يا خطيب غير لما ما يقدرش يجيب صفقات، ساعتها هقول ارحل يا خطيب وانا قلبي جامد. اخويا وحبيبي ديشا اعمل لايك وصلي على حضره النبي. الاستاذه دعاء حسني المحترمه تعمل لايك وتصلي على حضره النبي. قول بقى ان صح يا عم، مش قصه صح ولا غلط، انا مش عايز اسبق بالشر، مش عايز اسبق بالغلط. اما يا عم الخطيب ما يجيبش صفقات، اول واحد هقول له اطلع يا خطيب، ارحل يا خطيب، وانا بوعدك. ابو تريكه يمسك مجلس اداره النادي الاهلي؟ لا 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 طبعا لا. الامور كتيره جدا ما فيش داعي ان احنا نخوض فيها يعني. فديت قصه حمزه علاء. عمرو السوليه في عرض من الوصل الاماراتي موجود، تمام. الدوري الاماراتي ما فيهوش حراس مرمى اجانب، ولكن برضو الكلام اللي طلع النهارده واتاكدنا منه ان نادي الوصل الاماراتي كان عايز عمرو السوليه اعاره 6 شهور او 4 شهور ب 500,000 دولار، ب 500,000 دولار. وكان هيعتمد ان محمد الشناوي يلعب في البطولات الخارجيه، مش في الدوري الاماراتي، مش في الدوري الاماراتي. بالنسبه لي انا لغز بصراحه، يعني ما تسالني اقول لك لغز. عموما محمد الشناوي رفض عرض الوصل الاماراتي، محمد الشناوي رفض عرض الوصل الاماراتي. طبعا يعني انا قلت رايي في قصه محمد الشناوي، قلت يمشي من النادي الاهلي، يمشي من النادي الاهلي عشان كمان اقدر احافظ على حمزه علاء. خلي بالك طول ما الشناوي موجود مش هتقدر تحافظ على حمزه علاء، هيبقى اللاعب فرصته صعبه انه يلعب في النادي الاهلي. طيب ايه رايك؟ يعني اقول لك ان انت ممكن حمزه علاء تطلع، بس لو يرضى يجدد، يعني لو تقدر تجدد لحمزه علاء، وعنده عرض من فرنسا من الدوري الدرجه الثانيه وعرض من بلجيكا، لو تقدر تجدد لحمزه علاء جدد له، جدد له ومشيه، جدد له اعاره. بس مين ما اعرفش، موقف صعب يعني. انا ما هتجدد ليه وانت عندك عقدك منتهي وتقدر ان انت تطلع مثلا لو النادي الاهلي لا لا صعب يعني. بيني وبينك لو انا مكان حمزه هرفض، لو انا مكان حمزه هرفض يمشي. انا بقول لك اهو حمزه علاء مش هيقعد غير لما الشناوي يمشي. اصل يا جماعه هتبقى صعبه جدا، صعبه جدا ان انت هتلاعب، هيبقى حمزه علاء هيلعب امتى؟ هيلعب امتى؟ فانتوا برضو نحط نفسنا مكان اللاعب. ديت قصه حمزه علاء. قصه احمد السيد زيزو زي ما قلت لحضراتكم، بعد ما نادي الزمالك كان اتفق مع احمد السيد زيزو على انه خلاص هيجدد، راح الراجل ياخد الفلوس وجه بقى على ما راح نادي الزمالك جه ياخد الفلوس، قالوا له لا استنى يا عم الحاج، ده احنا مش هنديك فلوس، ده احنا ده انت هتاخد فيلا احنا مأجرينها ب 30 مليون جنيه ومش هتقدر تتصرف فيها غير بعد سنة، مش هتقدر تتصرف فيها غير بعد سنة. فطبعا الراجل زعل والراجل اتضايق والراجل غضب وقال لك لا انا مش مجدد، والحكاية والرواية. فلسه النهارده المفروض مجلس اداره نادي الزمالك هياخد قرار النهارده في موضوع احمد السيد زيزو. احمد السيد زيزو ادى مجلس اداره نادي الزمالك مهله، اداله مهله لامتى؟ احنا محتاجين الشناوي في كاس العالم. ماشي انا معاك، انا معاك. طب هتقعد الشناوي ولا حمزه علاء؟ ها، هتقعد الشناوي ولا حمزه علاء؟ طب محمد الشناوي عايز يبقى حوالي 50 جنيه في 50 مليون في الموسم بالاعلانات وكده، هتقدر؟ بصراحه ملفات كتيره جدا جدا الكابتن محمود الخطيب سابها للنهايه وجاي يفتح فيها. يا اهلاويه يا اخواتي، مش احنا المهم الخطيب. طيب يا جماعه انا كده يعني طالما بقى احنا انا كده خلصت كل كلامي، ان كان في قصه محمد الشناوي او في قصه زيزو. زيزو ادى مجلس اداره نادي الزمالك 48 ساعه لحسم موقفه، وعنده عرض من الاتفاق السعودي. وعايز اقول لك على حاجه، ما تستغربش ممكن نشوف زيزو في النادي الاهلي، ممكن نشوف احمد السيد زيزو في النادي الاهلي.